دبلوم تجاره 1991. دلوقتي انا قاعد شغال بالايجار، متجوز وعندي 3 بنات. يعني عاوز مساعده من الحكومه. سليم. عاوز شقه تبع الاسكان اللي هو تبع الحكومه. مقدم على شقه من 1997 لحد دلوقتي ما جاش. مساعده من الحكومه عشان انت زي حضرتك شايف كده. ماشي. انا بتكلم عن المواطنين اللي الحكومه نفسي يعني تشوف طلباتهم. هم كتير، هم نسبه عددهم كذا مليون واحد في مصر. يعني في منهم الكففه والمعاقين. يعني الحكومه تشوف طلباتهم يعني وتشوف ظروفهم ايه وتساعدهم يعني. وعلى فكره هم في منهم مواهب كتيره. لو هي تشوف الحالات بتاعتهم تبع السجلات اللي عندها في مستشفى امبابه اللي هي في الجيزه، هم عندهم مواهب كتيره تساعدهم. في مصانع في مصر بتقدم الاجهزه التعويضيه والكراسي المتحركه. في منهم المعاقين دي محتاجه الحاجات دي. سليم. فانا يعني طلباتي بقى تشوف طلباتهم، الحكومه تنظر نظره كده جيده للفئه دي، لان الفئه دي كتيره قوي والحكومه هتستفاد منهم على فكره. يعني انا قدمت في مجمع التحرير طلبات كتير قوي طبعا نسبه 5%. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. فانا يعني قعدت اشتغلت عند عمي في مطعم كذا سنه، وبعد كده زي ما تقول كده لما اتجوزت وكده طبعا المطالب الماديه والكلام ده. والرد كان ايه؟ وجع ما حدش بيتصل فيه، لازم الصيد الكلام ده. ما بحبش انا الصيد، ما فيش حد بينظر نظره للمواطنين. فانا كان محتاج موتوسيكل، يعني موتوسيكل عشان انا البضاعه بتاعتي ما فيش بيجي الحاجات دي بوديها على العربيات بتوصلني البيت كده.